السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيتان كائنات بحرية مذهلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تخيل إنك في قلب المحيط وفجأة تشوف حوت ضخم بيطلع ياخد شهيق. لحظة من اللحظات اللي تحسسك بعظمة الخالق. الحيتان مش بس ضخمة، لا دي كمان ذكية جدا وعندها حياة اجتماعية قوية. بتعيش في مجموعات كبيرة وبينهم لغة خاصة وتواصل مستمر، أشبه بمجتمعات صغيرة في عالمهم تحت المية. لكن للأسف بالرغم من عظمتهم، الحيتان بتواجه تهديدات خطيرة جدا. آلاف الحيتان بتموت كل سنة بسبب نشاطات البشر، وبعض الأنواع خلاص قربت تختفي تماما. بس قبل ما نكمل، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. رغم إن الصيد التجاري للحيتان ممنوع دوليا من سنة 1986، تخيلوا إن بس 3 دول اللي هم النرويج واليابان وأيسلندا مسؤولين لوحدهم عن صيد حوالي 40 ألف حوت من التمانينات لحد النهاردة. كل ده عشان أرباح ضخمة من منتجات زي اللحوم والدهون والزيوت اللي بيتم استخدامها في المكملات الصحية ومستحضرات التجميل. لكن الغريب بقى إن الصيد مش هو التهديد الوحيد. عندنا كارثة أكبر، اللي هي ظاهرة الجنوح. الجنوح يعني إن الحيتان فجأة تلاقي نفسها على الشاطئ، وساعات بيكونوا أصحاء تماما. سنة 2015 حصلت واحدة من أكبر الكوارث البيئية. أكتر من 300 حوت جنحوا مرة واحدة في جنوب تشيلي. وفي 2020 460 حوت طيار جنحوا في جزيرة تسمانيا. منظر صعب جدا. وقدرت السلطات تنقذ أقل من 100 حوت بس من الكارثة دي. ناس كتير بتسأل ليه بيحصل كده. هل الحيتان بتنتحر فعلا زي ما بعض الناس فاكرة؟ الجواب معقد جدا وفيه أسباب كتيرة. واحد من الأسباب الرئيسية هو تضاريس السواحل اللي بتكون ضحلة جدا. الحوت بيبقى ماشي عادي في المياه العميقة، وفجأة يلاقي نفسه في مكان خطر جدا، والمد والجزر يسحب المية بسرعة رهيبة، وساعتها الحوت بيعلى على الشاطئ ومفيش مهرب. عندك كمان التلوث الضوضاء البحري، وده تهديد حقيقي دلوقتي. السفن وأجهزة السونار بتطلع موجات صوت قوية جدا، بتلخبط نظام الحيتان اللي بيعتمد على تحديد المواقع بالصدى. الموجات دي بتتحرك في المية أسرع ب4 مرات من سرعتها في الهواء، وده بيخليها توصل لمسافات بعيدة جدا. الحيتان أحيانا بتدخل في حالة من الذعر بسبب التشويش ده، وبتتحرك بشكل عشوائي، وفي لحظة تلاقيهم على الشاطئ مش ناسيين الترابط الاجتماعي بينهم. لما واحد منهم يعلق أو يتعرض للخطر، الباقي بيحاول يساعده، وده أحيانا بيتسبب في كارثة جماعية زي ما حصل في الحالات اللي اتكلمنا عنها. نيجي للتهديد الثالث والأخطر كمان، التصادم مع السفن العملاقة. في السنوات الأخيرة حركة الشحن البحري زادت بشكل رهيب. السفن العملاقة بتمشي في نفس المسارات اللي بتعيش فيها الحيتان، ومع أحجام السفن اللي بتوصل ل 400 متر، أي تصادم بيكون مدمر فعلا. الإحصائيات بتقول إن من 2007 ل 2016 حصل حوالي 1200 حادث تصادم بين السفن والحيتان. بس الحقيقة إن الأرقام دي مجرد جزء بسيط من الواقع، لأن كتير من الحوادث مش بتتوثق. مثال الحوت الشمالي الأطلسي، النوع ده على حافة الانقراض فعلا، ومتبقي منه حوالي 400 فرد فقط. أكبر تهديد ليهم هو الاصطدامات المتكررة مع السفن، خصوصا في مناطق زي سواحل أمريكا وكندا. طيب هل في أمل؟ الحقيقة إن في مبادرات بدأت تتحرك فعلا. في قناة بنما اتعملت خطة ذكية جدا، فصلت مسارات السفن عن مناطق تواجد الحيتان، والنتائج كانت مذهلة. الحوادث قلت بشكل كبير جدا. في كمان اقتراحات جديدة زي تقليل سرعة السفن بالليل، لأن ده الوقت اللي الحيتان بتكون أقرب فيه سطح المية علشان تدور على أكلها. وفي تجارب بتطور تكنولوجيا إنذار جديدة تقدر تحدد أماكن الحيتان وتنبه السفن قبل ما يحصل تصادم. وعلشان ما ننساش، العلماء اكتشفوا إن الحيتان لها دور بيئي ضخم، مش بس منظر جمال. وجودهم بيساعد على امتصاص الكربون، وبيساهم في مكافحة تغير المناخ. باختصار، إنقاذ الحيتان يعني إنقاذ كوكبنا. علشان حماية الحيتان مش رفاهية، دي مسؤولية جماعية لازم كلنا نهتم بيها، علشان نحافظ على التنوع البيولوجي ونحمي كوكبنا للأجيال الجاية. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. ولو في مواضيع عاوزين نتكلم عنها اكتبوها في التعليقات. دمتم في أمان الله.